من عادتي دايما لما باجي اتكلم عن شركه اكتر حاجه بتهمني مش هي هتعمل ايه، لا هي عملت ايه. شركه اصحابها فعلا شراكاتهم دايما استراتيجيه، زي قطاع اعمال، وزاره استثمار، وزاره التربيه والتعليم. ثابت اعمالهم مش موجوده في القاهره، موجوده في طنطا، زي مشروع تاون مول اغلب الناس اللي في طنطا تعرفه. عندك مثلا 25 فيلا موجودين في راس البر، وغير طبعا اكتر من 10000 وحده سكنيه في سوق الدلتا. فطبيعي النهارده لما اجي اكلمك عن الشركه دي فاكيد 100% تسليمهم هيكون واضح وصريح. المفاجاه بقى مش في ده كله، المفاجاه ان هم نازلين باميز لوكيشن في منطقه الار 8 في العاصمه الاداريه، والقطعه دي متصنفه انها سكن متميز. غير ده كله ان هم كمان اقل نسبه تحميل. عندك ال 89 متر عندهم شقه غرفتين، في اي شركه ثانيه ال 89 دي غرفه واحده. فالنهارده دي اقل نسبه تحميل في اميز لوكيشن في الار 8، وهتلاقيه كمان اميز سعر، وبادئين كمان بسعر متر مميز، ومقدمات تبدا من 5% واقساط بتوصل لحد 12 سنه. وبصراحه من اكتر الحاجات اللي بتهمنا هو ان الشركه ليها ثابت اعمال ولا لا، ثابت اعمالها شغاله بالفعل ولا لسه. بنعمل دراسه تحليليه فعلا للسوق علشان نطمنك ان اللي جاي هيكون افضل وباعلى جوده. انا سامي الامير، ولو محتاج اي تفاصيل كلمني وانا ابعت لك كل التفاصيل.